أنت كخالد، ارجع لي بقى لحتّة وأنت صغير 4 إخوات كده وفي حي بسيط في إسكندرية ومدرسة ولاد بس، إزاي خالد ده كبر وأصبح مهتم إن هو يبقى بيهتم بالجذور بتاعة الحاجة اللي ممكن تكون مسببة لي مشكلة لدرجة إن هو يبقى دكتور في الطب الوظيفي؟ أنا عِشت أنا حياتي يمكن متقسّمة ل3 or 4 parts I think. أنا عِشت أول لحد يمكن وأنا في جامعة، لحد سنة أولى جامعة، أنا مش عارف أنا عايز إيه في الحياة، يعني تايه، تايه والمهم إن أنا ما باورّيش أي ذرّة vulnerability في حياتي. بس كان دايمًا كنت حاسس من جوايا إن أنا إنسان ضعيف، إنسان ضايع، إنسان مش فاهم حاجة، يعني كنت رؤيتي لنفسي كانت سيئة جدًا، 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 جدًا. وon the surface trying to just إيه make يعني اليوم بس يخلص، الحياة تعدّي. and then كنت بالعب رجبي رياضة، ودي برضه كان toxic يعني أنا كنت عايز ألعب أي حاجة فيها إيه، عنف وكده برضه just تقوي الحتة دي جوايا. فكنت بالعب رجبي وبعدين وأنا بالعب رجبي جالي إصابة، ففي الإصابة دي حد صاحبي قال لي تعالى الجيم هظبطك وهترجع تاني الملعب ايه وحش. فروحت الجيم، دخلت عالم الجيم I got hooked يعني. وانا كنت ساعتها في طب اسنان، كنت اوريدي دخلت في تانية جامعه او حاجه كده. دخلت الجيم ما قدرتش امسك نفسي، رحت جاي ابتديت استادي الفيتنس تريننج، بقيت كنت من الناس الاوائل اول سيرتيفايد فيتنس ترينر. وبعدين الموضوع بدا يسحلني جامد قوي من كتر الباشن، حسيت ان انا بعمل حاجه ليها لازمه بتفرق في حياه الناس. اي ثينك ان انا برضو عشان ابويا وامي دكاتره، فحته الجيفنج او doing something purposeful او كده اي ثينك كانت implanted عندي. فبعدين فبقيت بقى قلت طب انا ازاي يبقى لي لازمه كبني ادم، لان انا حاسس ان انا في طب اساسا ماليش لازمه. فانا ازاي يبقى لي ليا لازمه من الحته اللي انا ام passionate about. هي جت يعني ما فكرتش فيها قوي كده، بس هي جت سبحان الله يعني بالصدفه. فالباشن فضلت امشي ورا الباشن. انا جست من فيتنس تريننج لنيوتريشن لسبورتس نيوتريشن، ها وبشتغل مع الناس. فكل لما دايما كنت بحس لما اقعد مع حد مهما بنصحه بحس ان احنا we didn't connect we didn't meet في حته انا والشخص ما حسيناش بكونكشن. دايما احس ان something is missing. فبدات في التريننج للنيوتريشن، بعد كده الفانكشنال ميديسن، دخلت بقى الفانكشنال ميديسن والسيرتيفايد فيها. كل ده انا نفسي اوصل لحاجه انا حتى مش قادر احطها into words، بس I'm trying to search for something. fast forward كنت بدرس كورس عن التروما. جالي بالصدفه، قلت انا عايز ادرس التروما والسايكولوجي والحته دي. الكورس ده من كتر الترومات اللي فيه اكتشفت ان انا يعني الكورس ده متقسم موديولز كده، تروما على الاباندمنت النجلكت مش عارف كده. لقيت ان انا تروماتايزد فيهم كلهم. فالكورس ده جاب لي تروما، يعني هو نفسه من لما عرفت كم التروما دي راح جاي لي تروما منه. يعني انا جالي تروما من كم ان انا ما لقيتش انا ضايع ليه، لان انا اكتشفت ان كل حاجه في حياتي that I know of ان ده خالد كانت coping behavior. بس دي حاجة مخيفة جدًا، يعني إحنا دلوقتي عايشين في عالم بيقول لنا حلّوا الtraumas وتصالحوا مع الinner child، وبقى في تركيز كبير أوي على جيلنا إحنا، جيل السبعينات والتمانينات دول، إن إحنا إيه، نصلّح ومش عارفة إيه وكده. بس the fact إن أنت توصل إن أنت مرّة واحدة تتخض من كمية الtrauma اللي عندك، اتعاملت مع الخضة دي إزاي؟ يعني يعني where did you begin؟ بدأت منين؟ انا رحت جاي اول حاجه حصلت لي، انا جالي يعني انهيار. بدات احس ان انا ما خلاص انا داخل في حته ما عنديش حد، مش عارف حتى اجيب الكلام اللي يشرحها. ولكن انا فاكر العمق بتاعها، ان انا فهمت يعني ايه someone might lose their mind. يعني انا في الوقت ده فهمت يعني ايه بجد، لان انا فاكر ان انا بدات تجريف واعيط خلاص عقلي، ان انا خلاص I'm so overwhelmed. انا مش عارف انا مين، انا بعمل ايه، انا مش عارف اتعامل مع حد، مش عارف اكلم حد، انا في حته كده مش فاهم هي ايه. فبالصدفه افتكرت ان I know a therapist. فكلمت الثيرابيست وقلت لها الحقيني.
الحقيقي انا ما اعرفش ايه ده، مع ان انا لسه من قبلها كنت ببولي الثيرابيست، يعني سايكولوجي واعرف، يعني انا كنت في الحته دي I was that الناحيه التانيه مليون في المية. تمام يعني سايكولوجي ايه وبتاع ده الكلام ده بتاع، فما صدقتش يعني فطبعا ضربت في وشي it humbled me big time. فالوقت ده دي قصة هي painful might be painful to some people و triggering to some people، بس it hugely shifted my direction في حياتي. وهي ان انا الفترة دي لما قعدت مع الثيرابيست انا عندي abandonment trauma، ورحت قابلت الثيرابيست وقعدت اتكلم وبعدين قالت لي تمام السيشن خلصت سي يو نيكست ويك. يا نهار اسود، انت مش هينفع تسيبيني كده، انا أنا ضايع. اتوجعت أوي وفضيت انا أوي، طب مش ضايع هتلمّي، ما حدش هييجي يلِم بعدين. بالظبط، طب لم اي حاجه. فسلام عليكم وقفلت الميتنج، كان اونلاين. هنا ساعتها انا كنت هكوميت سويسايد خلاص، ان انا هنا كنت ان deliberately خلاص حسيت ان انا هكمل هعمل ايه، انا ايه ده اللي انا فيه ده اصلا. ومن النقطه دي حتى انا كنت once I mentioned it before ان انا the only thing prevented me ان ده يحصل كان ان انا افتكرت ان انا عندي ابن. ربنا فكرني وراني وشه وانا بريفلكت في الموضوع ده وكنت بفكر seriously، فقلت خلاص I'll give it another chance، يا القصه دي. and then كانت نيتي ان انا لم طلعت من الموضوع ده اللي هشوفه في حياتي في الحته دي مش هسيبه، واعرف ازاي اخد بايده براها لو انا طلعت. and then بدات اكمل في الثيرابي it helped to some extent، بس اللي really helped me ان انا بدات بقى ادرس علم نفس، بدات ادرس بدات اقرا، بدات بقى افهم البيولوجي، بدات بقى ادرس بعمق ازاي الفيزيكال هيلث ممكن يأفكت المنتال هيلث something that I control، الاكسرسايز، السن اكسبوجر، النوم المظبوط، الاكل المظبوط، الفيتامينز، المينرالز، زي الحاجات دي بتفرق قوي في الصحه النفسيه، وازاي ان ايه السبلمنتس اللي تاخدها عشان تريجليت المود بتاعك، وازاي ازاي تتحكم في الموضوع بيولوجيكلي. وبعدين بقى واحده واحده بدات اخش بقى في الكورسز الادفانسد بتاعت بقى التروماز، بقى افهم بقى علم النفس بقى من بطنه.